البحيرة الخضراء هي أحد أشهر الظواهر الطبيعية الفريدة الموجودة في النمسا، واللي بتقع تحديداً في ولاية استيريا بالقرب من بلدة تراجوس. البحيرة اللي البعض أطلق عليها اسم جوهرة النمسا بيتركز جمالها في طريقة ووقت تكوينها، لأنها بتتكون كل سنة في نفس الميعاد، فهي في الحقيقة بتعتبر بحيرة عميقة مؤقتة خلال فصل الربيع والصيف بس، لكن خلال الشتاء بيقل منسوب ميتها بشكل كبير وبتكشف معظم أرضها عن حديقة عامة. والسبب في زيادة منسوب مية البحيرة هو قمم الجبال المتغطية بالتلج الموجودة حواليها، وفي وقت فصل الربيع والصيف بيبدأ التلج الموجود على القمم الجبلية دي يدوب بالتدريج وينزل لتحت في اتجاه البحيرة، وفي خلال وقت قصير بيتملي مكان الحديقة كله بالمية، واللي بتغطي كل حاجة، أشجار وكراسي وحتى جسر المشاة. وبتتميز البحيرة بأن ميتها بتشهد تباين في الألوان ما بين الأخضر كلون غالب وبين الأزرق، وكمان بدرجة حرارتها اللي بتفضل محتفظة ببرودتها الملحوظة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة نسبيا، وبالتالي مش بتكون الاختيار الأمثل للسباحة في الأحوال العادية. لكن في الحقيقة ده ما منعش السياح إنهم يجوا المكان ويتحملوا برودة ميتها علشان يتمتعوا بتجربة سباحة وحتى غوص لأعماق البحيرة، ودي طبعا بتكون تجربة فريدة من نوعها إنهم يغوصوا في نفس المكان اللي كانوا بيمشوا على أرضه. ولأن معظم الناس كانت عايزة تعيش التجربة دي، شهد المكان زيارات لجموع غفيرة من السياح، وده سبب قلق للسلطات المحلية من احتمال زيادة نسبة التلوث في البحيرة. طبعا ده بيكون نتيجة لزيادة مخلفات السائحين، وفعلا غطت الرواسب البحيرة لحد القاع، وده بقى عائق للغواصين نفسهم، وعشان كده أصدرت السلطات المحلية أمر بمنع معظم النشاطات هناك، وده علشان يحافظوا على جمال واحدة من أهم وأجمل الظواهر الطبيعية الفريدة الموجودة في النمسا، بلد البحيرات.